السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خوتي المغاربة، اليوم غادي نشارك معكم رياكشن على تصريح مثير من الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق عن حزب العدالة والتنمية، اللي خرج بكلام قوي وكيحرج فيه كبار المسؤولين الحاليين. وصفهم بخيانة الأمانة واتهمهم بالتورط في نهب المال العام بعد ما خداو 13 مليار ديال الدرهم من الدعم اللي كان مخصص للفلاحين باش يجيبوا الأضاحي العام اللي فات. والمواطن المغربي كان خاصو يشري الحولي بثمن بسيط جدا. هذا الكلام كيطرح أسئلة كبيرة: فين مشات هاد الأموال؟ علاش المواطن باقي كيتحمل الغلاء؟ واش فعلا كاين تلاعب في الدعم العمومي؟ واليوم غادي نوقفوا عند هاد التصريحات ونحلوها بصوت عالي، لأن الموضوع ماشي بسيط. الموضوع كيمس جيوب المغاربة وكرامة المواطن. بلا ما نطول عليكم خوتي، تابعوا الفيديو للنهاية، ما تنساوش دعمونا بلايك والاشتراك في القناة وبارطاجيو باش يوصل صوت المواطن المغربي الحر. كانت عندنا القدرة باش نعيدوا 13 مليار ذهبت هباء منثورا. لا الأثمنة نقصت، وكان الهدف هو ينقص الثمن ديال الكبش، ولا كانت عندنا القدرة باش نعيدوا. وتدخل جلالة الملك بقراره الحكيم لإصلاح هذا الخلل الكبير الذي أتت به الحكومة. فين مشى هذيك 13 مليار؟ الآن خصهم يحققوا في هذا الشيء. ولما أتت المعارضة وفي مقدمتها معارضة حزب العدالة والتنمية باش نديروا لجنة تقصي الحقائق باش نعرفوا 13 مليار لمن تعطات. إلى تعطات لرجال الأعمال ديال الحزب الأول ديال الحزب ديال الحكومة، الحزب الأول بين قوسين في الحكومة، دليل على أن هذا خصو تحقيق. هذا راه ماشي هضر المال العام فقط، هذه خيانة الأمانة، هذه خيانة الأمانة. فرفضت أحزاب الحكومة إجراء لجنة تقصي الحقائق وصوتت ضدها. وكل ماشي فكرتهم العجينة غادي نقول لك ما كاين مشكل، يلا سيدي نديروا لجنة تقصي الحقائق ونحققوا في هذا الشيء، نستدعيو الناس الكسابه اللي شدوا الفلوس. انت شديتي الفلوس، واش شفتي فعلا؟ لان اللي شد الفلوس وجاب الاضاحي وجاب الى اخره وبتها في السوق ودار ثمن، ما كاين مشكل. ولكن خصنا نعرفوا واش داكشي مشى فعلا بالطريقه النزيهه. هذا هو المشكل اللي كيضيع الوطن واللي كيخرج الناس من ديورهم للتظاهر. هذه هي الإشكالات الكبيرة. فعلا هناك ملفات أثارتها الصحافة، وتحية للصحافة فعلا، لأن الصحافة سلطت بارطاجيو الفيديو على عديد من هذه الملفات، وتحية لهم. ولكن الحزب الأول في الحكومة حاول أن يؤمم الصحافة الخاصة، حاول أن يحيدها عن مسارها، والحمد لله باقي صحفيين نزهاء وشرفاء. ايوا خوتي، الرسالة واضحة جدا: الشعب المغربي محتاج للشفافية والمحاسبة اليوم قبل غدا، وماشي مقبول أن الدعم العمومي يتحول لجيوب خاصة بينما المواطن كيتقاتل باش يشري الأضحية بثمن معقول. تصريحات العثماني كتفتح باب النقاش على واحد الملف خطير واللي خاصو توضح قدام الشعب. ايوا خوتي، كتبوا لي آراءكم في التعليقات. واش فعلا هاد الدعم تم النهب ديالو؟ واش المواطن المغربي غادي يبقى ديما هو الضحية؟ الى عجبكم المحتوى ما تنساوش دعمونا بلايك والاشتراك في القناة وبارطاجيو الفيديو باش يوصل الصوت ديال المواطن المغربي الحر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.